صرفنا حوالي 7500 دولار. في الفترة ده هي كنت بصرف كتير، أصرف ومش عايل هم حاجة خالص. كنت دايما أقول مش مهم أصرف كام طالما أنا بعافر وبشتغل كويس، فاللي يتصرف يتصرف. وبصراحة كان عندي إحساس بالوحدة شديد جدا، فكنت بعوض إحساس الوحدة ده بالصرف. محدش كان بيسأل عليا، اللهم إلا الأصدقاء المقربين جدا، فين وفين يعني لما أجي في بال حد فيتصل بيا مكالمة دقيقة مثلا أو 3 دقايق من باب الواجب. فعلا محدش هيسأل عليك غير أمك. مكالمة طويلة، مكالمة قصيرة، كانت مكالمة دايما كلها مشاعر. انت حاسس في المكالمة بحب، حاسس ان هي مش تقضية واجب. فهي المكالمة الوحيدة اللي كانت فعلا صادقة يعني. فلما جه صاحبي معايا الصين انا كنت فرحان، كنت فرحان جدا. صديق عمري وشريكي في سعادتي يعني. فصرفنا وما خدناش بالنا. صرفنا حوالي 7500 دولار في 3 شهور. وجه وهو ماشي انا ما كانش معايا فلوس ادفع الايجار، فسلفني 200 دولار. طبعا الفلوس اللي صرفناها ما كانتش بس يعني اكل وشرب، شامل رحلة ماليزيا، شامل الايجار والعربون اللي اتدفع وال 12 يوم اللي قعدناهم في الفندق. فانا بصراحة ما كنتش شايف ان الموضوع فيه اي تبذير خالص. هي مصاريف اتصرفت كتير بس يعني انا شايف ان هي كانت طبيعية جدا يعني. فقبل ما يمشي صاحبي ويرجع مصر، جه ميعاد الايجار، اكتشفت ان انا مش معايا فلوس. استلفت من صاحبي فلوس عشان ادفع الايجار. فالموقف ده صدمني، اللي هو انا ازاي ما خدتش بالي. فبدأت اقول لا، انا في حاجة غلط. النجاح مش بس ان انت تعمل فلوس او ان انت توصل لنقطة معينة، لا، النجاح ان انت تكون ثابت في النقطة اللي انت وصلت لها، مش كل شوية تعلى وترجع وهكذا. فبدأت أفكر جديا في منتجات أبيعها، حاجة أجيبها توفر لي دخل ثابت بدل تقلبات الحياة اللي أنا فيها. مرة يكون معاك فلوس ومرة يكون ما معاكش. الشغل اللي انت بتشتغله صفقة واحدة ممكن تكسبك سنة، وممكن تقعد سنتين ما تعملش شغل خالص. فبدأت أفكر أجيب ايه منتجات. أنا كنت بحب اكسسوار الموبايل جدا، وكنت بنزل سوق الاكسسوار الموبايل علشان يعني ايه، اشوف كل جديد، اتسلى، ما عنديش حاجة اعملها. كان هناك في محل بتاع عصير كان حلو خالص، وكان في بنت واقفة صغننة كده عندها 18 سنة واقفة في المحل، وكانت لطيفة جدا يعني، بتحكي مع الناس وبتاع، فشكلها صغير خالص على الشغل. فبقول لها انت كام سنة؟ قالت لي انا 18. فكلمتها من باب النصيحة، خلي بالك من دراستك وبتاع، وان الحياة مش شغل بس، يعني الدراسة برضو حاجة مهمة وكده. من ساعتها بقينا اصحاب. بعد فترة صغيرة المحل بتاع العصير ده اتقفل، لان الملاك المكان نفسه كانوا عاوزين يأجروا لشركة موبايلات كبيرة. شغلانة العصير دي شغلانة حلوة وسهلة وجميلة وبتعرفك على ناس كتير. فقلت ايه، ادور على مكان قريب افتحه محل عصير. فكان في محل صغير كده جنب المول، رحت سألت عليه. فسألت يا جماعة عايزين نفتح محل عصير، قالوا لي لا، لو انت هتفتحوا عصير مش هنأجر لك، احنا بنأجره بس اكسسوار موبايل. في الفترة دي انا ما كانش معايا فلوس، بس قلت اول ما يجي لي فلوس ان شاء الله هاخد المحل ده.